عاملة لكم النهاردة توبولوجي فيها كل الراوتينج سورسز. معانا R1 connected ليه راوترات شغالة RIP EIGRP BGP وستاتيك و OSPF. R1 هو الوحيد في التوبولوجي اللي عارف كل الروتس، فهندخل على الراوتينج تيبل بتاعه وهعلمكم من خلاله الفرق بين الراوتينج سورسز وبعض بالنسبة لقراية الراوتينج تيبل. ندخل على R1 وهنيجي في البريفليج مود وهنقول له show IP route. انا اوريدي عامله الراوتينج بتاعه، وهتلاحظوا هنا انه بالنسبه للراوتينج سورسز هو متعلم كل الراوترات الباقيه. بعرف منين الراوتينج سورس؟ بعرف من الحرف اللي جنب الشبكه اللي الراوتر متعلمها. يعني عندنا هنا مثلا الشبكه دي مكتوب قدامها R، معنى كده ان انا اتعلمتها عن طريق بروتوكول الريب. هنا مثلا الشبكه الدي دي معناها ان انا اتعلمتها عن طريق الاي اي جي ار بي. دي هنا معناها dual، عشان كده ال EIGRP واخد حرف الدي لأن الألجوريزم بتاعه أصلا اسمه الديوال ألجوريزم. لو بصينا برضو هنا هنلاقي الشبكة ال O اللي هي بتاعة ال OSPF، ال B اللي هي ال BGP، وعندنا كمان ال S اللي هي الستاتيك. فمن هنا بتقدر تعرف هي الشبكة دي انت عرفتها منين بالظبط. كمان حاجة لما بتيجي تشوف هتلاقي ان في شبكات مش مكتوب قدامها حاجة خالص، زي كده مثلا زي كده مثلا. ايه الشبكات اللي مش مكتوب قدامها حاجة خالص دي؟ اللي بنسميها البيرنت او الوالد او الشبكة الرئيسية اللي انت استخدمتها بأكتر من طريقة. هنا مثلا بالنسبة للراوتر اللي احنا واقفين فيه، شبكة العشرة أو اللي هو البلوك بتاع العشرة، أنا استخدمته مرة ككونكتد نتورك، أهي مكتوب لك سي اللي هي كونكتد الشبكة 10.2.2.0، وفي شبكة 10.1.1.0 أنا استخدمتها أو جبتها عن طريق الريب. نفس الكلام مثلا بالنسبة لشبكة العشرين، بلوك العشرين احنا في منه كونكتد وفي منه تبع الاي اي جي ار بي. ال30 ال40 كله، فهو المفروض هنا اللي مش مكتوب قدامها حاجة دي بتكون البيرنت. بيبقى قايل لك برضو البيرنت ده يا ترى انت عامل له سبنتنج عادي ولا variably subnetted. variably subnetted يعني في اكتر من ماسك مستخدمين. هنا في الراوتر ده دايما هتلاقوا اللي مكتوب قدامه حرف ال L او اللوكال، وده بيكون IP الانترفيس بتاعة الراوتر. فعشان كده هو شايف ان في VLSM، لان انت اوقات قاري الشبكات بماسك 24 اللي هو الماسك الاصلي بتاعها، واوقات قاري اللي هو سلاش 32 عشان ده اي بي واحد بس بتاع الانترفيس. كمان بيقول لك انت استخدمت كام سبنت واستخدمت كام ماسك من الموضوع ده او من البيرنت دي. هنا بيقول لك بالنسبة للسورس بتاعنا هتلاقي دايما في سكوير براكتس كده اللي هي الأقواس المربعة، وجواها دايما رقمين. يعني شايفين اللي احنا عارفينه عن طريق الريب، اللي احنا عارفينه عن طريق الاي اي جي ار بي، اللي احنا عارفينه عن طريق الاو اس بي اف، وهنا برضو اللي احنا عارفينه عن طريق البي جي بي. هتلاحظوا ان الكلام ده مش موجود في الستاتيك، بس هو فعليا موجود وهحكي لكم عنه برضو. بالنسبة للريب هتلاقوا ان هنا الرقم الاولاني هو الادمنستريتيف ديستانس في كل البروتوكولات. شايفين الريب 120، الاي اي جي ار بي 90، الاو اس بي اف 110، البي جي بي 200، وهنا 200 لان ده internal بي جي بي، يعني ده بي جي بي معايا في نفس السيستم فانا متعرف على الشبكات بتاعته، وعلشان كده الديستانس بتاعته 200. لو هو جاي لي من بره كان هيبقى 20. الادمنستريتيف ديستانس دي اللي المفروض الراوتر بيتعرف بيها على الراوتينج سورس، يعني هو شايف 120 دي فهم ان هو ريب مثلا، وكمان بيفاضل بينهم وبين بعض لو هو متعلم نفس الشبكة من أكتر من سورس. يعني مثلا شبكة العشرين واحد واحد زيرو دي لو هي كانت جاية له مرة عن طريق ال EIGRP ومرة عن طريق ال OSPF مثلا، فهو هيفضل اللي جاية له عن طريق ال EIGRP لأن ال Administrative Distance بتاعت ال EIGRP أقل، فالأقل أحسن في ال Administrative Distance. بالنسبة للرقم التاني فده بيكون المترك بتاع البروتوكول. كل بروتوكول ليه مترك غير التاني، يعني مثلا في الريب ده الهوب كاونت، عدد الراوترات اللي بيني وبين الشبكة دي. في الاي اي جي ار بي كومبوزيت، يعني ده عبارة عن عملية حسابية في اكتر من حاجة، زي الباندويث، الديلي، اللود، الريلايبيليتي، بيعمل عملية حسابية وبيطلع الرقم ده. بالنسبة للاو اس بي اف ده الكوست. بالنسبة للبي جي بي فبرضه عندي ماتريكس كتيرة، set of attributes كتيرة قوي. في الستاتيك ليه مش ظاهر؟ مبدئيا كده يا جماعه الادمنستريتيف ديستانس في الستاتيك بواحد، وهي افضل من اي راوتينج بروتوكول لان دي حاجه مانيوال انت عاملها بايدك واكيد موثوق فيها. بالنسبه للمترك فالستاتيك ملوش مترك لان ده روت مانيوال انت اللي مختاره بايدك، مفيش مفاضله، مفيش روت انت بتسيبه يجيبه لوحده.
لو انت عايز تفاضل بتفاضل برضو بالادمنستريتيف ديستانس. برضو في المترك يا جماعة الأقل أحسن، يعني لو شبكة بيني وبينها راوتر من طريق وراوترين من طريق فالراوتر واحد أفضل، وهكذا. بعد كده فايا، وبتلاقيه هنا كاتب لك النكست هوب اي بي، يعني ده الاي بي اللي جاي، الاي بي اللي انا بروح له عشان اوصل للشبكه دي، والاكزit انترفيس او الانترفيس اللي انا هخرج منها عشان اوصل للشبكه دي. يعني مثلا لو بصينا على الاي اي جي ار بي نتورك، فهتلاحظوا انه بيقول لك ان انا بروح ل 20.2.2.2 وبخرج من اف اي 2 على 1. نبص كده هنا هنلاقي اف اي 2 على 1 فعلا بخرج منها، بروح للاي اي جي ار بي راوتر هناك على الاي بي بتاعه اللي هو 20.2.2.2. فهنا ده بيكون الفايا اللي هي المسار اللي انا همشي عليه علشان اوصل. ده بقى تايمر عادي اللي هو بيعرف فيه انا بقالي قد ايه عارف المسار ده. لو انت عايز ان انت تشوف تفاصيل لراوتينج بروتوكول معين مثلا، او الجزء بتاع راوتينج بروتوكول معين، فانت تقدر تقول مثلا show IP route بتاع مثلا الاي اي جي ار بي، فكده هيجيب لك المسارات الاي اي جي ار بي بس. وريني الاي بي روت بتاع الريب، يبقى كده هيجيب لك بتاع الريب بس. لو قلت له مثلا عايز بتاع الاو اس بي اف، يبقى يجيب لك بتاع الاو اس بي اف بس. لو انت برضو حابب ان انت تشوف تفاصيل لشبكة معينة، 110 تمام اهو، هتلاقي بيقول لك ان ال 40 دي فايا بي جي بي 1000، الديستانس بتاعتها 200، المترك بتاعها قد ايه، كل التفاصيل بتاعتها بيبتدي يطلعها لي. لو جيت بقى قلت له وريني مثلا بتاعه الستاتيك اللي هي ال 50.110، فلو جيت كده قلت له شو اي بي روت لل 50.110، هتلاحظوا انه فعلا ليها مترك وليها ديستانس. هتلاقوا ان الديستانس بتاعتها بواحد والمترك بزيرو. هو مش زيرو، هو زيرو معناها ان مفيش مترك بقى، مفيش حسابات مترك، بس الديستانس بواحد. الشبكات الكونكتد بيكون الديستانس بتاعتها بزيرو، يعني الادمنستريتيف ديستانس بتاعت الكونكتد روتس، لان هي دي اكتر روتس الراوتر بيثق فيها، فبتكون الادمن ديستانس بتاعتها بزيرو. يا ريت اكون قدرت اوضح لكم ازاي تقروا الراوتينج تيبل وتستفيدوا منه، لانه مهم جدا جدا في الترابل شوتنج. لو انت حابب تعرف يا ترى الشبكه دي انا بعرف اوصل لها ولا لا، او قدرت ان انا اضيفها عندي في النتورك ولا لا، فضروري جدا ان انا ابقى بعرف اطلعها من الراوتينج تيبل وفلتر الراوتينج تيبل واحسن في ادائه واختار الروتس زي ما انا عايز. لو في مواضيع معينه حابين ان احنا نتكلم فيها، يا ريت تكتبوها لي في الكومنتس، ويا ريت تعملوا لايك وشير كتير عشان نوصل لاكبر لعدد من الناس. شكرا ليكم.